بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم التهنئة في السنة بداية السنة؟ ما يفعله الناس يهيئون بعض، كان يقول أحدهم للآخر كل عام وأنت بخير ونحو ذلك. هذه ليست معروفة عند السلف. التهنئة برأس العام الجديد غير معروفة عند السلف، ولهذا تركها أولى. لكن لو أن الإنسان هنأ الإنسان بناء على أنه في العام الذي مضى أثناه في طاعة الله عز وجل فيهنئه لطول عمره في طاعة الله، فهذا لا بأس به، لأن خير الناس من طال عمره وحسن عمله. لكن هذه التهنئة إنما تكون على رأس العام الهجري. أما رأس العام الميلادي فإنه لا تجوز التهنئة به، لأنه ليس عاما شرعيا، بل إن هنئ به الكفار على أعيادهم فهذا يكون الإنسان فيه على خطر عظيم أن يهنئهم بأعياد الكفر، لأن التهنئة بأعياد الكفر رضا بها وزيادة، والرضا بالأعياد الكفرية ربما يخرج الإنسان من دائرة الإسلام، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة. خلاصة القول أن التهنئة برأس العام الهجري تركها أولى بلا شك، لأنها ليست من عادة السلف، وإن فعلها الإنسان فلا يؤثم. وأما التهنئة برأس العام الميلادي فلا.